خلال استنطاق الأب البالغ من العمر 60 سنة اعترف أثناء التحقيق بعلاقته المحرمة مع بنته. الأمان هو أول حاجة كيحتاجها الطفل ملي كيتزاد. الأم خاصها تكون الحضن الدافئ والأب السند والحماية. طبيعي العائلة هي الحصن اللي كيحمي الطفل من أي خطر، ولكن شنو كيوقع إلى نفس العائلة كتولي مصدر الرعب؟ شنو كيوقع إلى الأب والأم اللي المفروض يحافظوا على براءة ولادهم كيوليو هما بنفسهم السبب أن الطفل يفقد الإحساس بالطمأنينة؟ القصة اللي غادي نحكيو اليوم واحدة من أبشع القصص اللي عرفها المغرب هاد السنة. قصة زنا محارم استمرت 20 سنة وخرجت للعلن بطريقة صادمة، والمكان جماعة المنزه نواحي عين عودة. بنت في 20 من عمرها بعد ما تقدم شاب لخطبتها وبغات تجمع أوراق الزواج، واجهت عراقيل إدارية غامضة منعتها من إبرام العقد. وكل مرة كانت كترجع عند الأم تقلب على حل، الأم ما كانتش كتقدم جواب واضح، غير وعود فارغة باللي غادا تحل المشكل. وبقى الوضع على ما هو عليه. دازت الأيام حتى قررت البنت التوجه للدرك الملكي تقدم شكاية رسمية ضد الأم والجد. حسب ما ذكرت الصحف شكايتها كانت صادمة، اتهمت فيها الجد بالتواطؤ مع الأم بعلاقة محرمة استمرت لسنوات، واتهمت في نفس الوقت الأم ديالها باستغلالها وتشغيلها في الدعارة. من هول الأمر السلطات ما ترددتش في التوجه للمكان والتأكد من صحة الشكاية. الموضوع كان أخطر بزاف من مجرد نزاع أسري، وبدات خيوط جريمة بشعة كتخرج للنور. فتحت مصالح الدرك الملكي بعين عودة تحقيق سري. التحقيق وصل لمرحلة مداهمة الدوار واعتقال المتهمين الرئيسيين. تم الاستماع لباقي أفراد العائلة، وفي نفس الوقت 6 ديال الأطفال تحولوا لمختبر التحليلات الجينية تابع للقيادة العليا للدرك الملكي باش يديروا لهم خبرات الADN. وخلال الاستنطاق الأب البالغ من العمر 60 سنة اعترف أثناء التحقيق بعلاقته المحرمة مع بنته، وباللي الاعتداء الأول كان وهي مراهقة في سن 15 سنة، لكنه نفى بشكل قاطع علاقته أو استغلاله لحفيداته الثلاثة. الكبيرة عندها 20 سنة، الوسطى 18 والصغيرة 16 سنة. في حين اعترفت الأم ذات 39 سنة أن الأب تعمد بعد الاعتداء يزوجها لشخص من ضواحي واتزم بالفاتحة فقط بدون توثيق الزواج بعقد قانوني. وفقا لروايتها كانت خلال هذيك الفترة ضحية استغلال جنسي مزدوج، بحيث كانت تستغل من طرف والدها ورجلها في نفس الوقت. وهي الفترة اللي ولدت فيها 4 الوليدات، 3 البنات ووليد. واعترفت كذلك أنها من بعد ارتبطت بشخص ثالث وولدت معه 2 وليدات، ثم بشخص رابع ولدت منه بنتها 7، وهي الوحيدة اللي النسب ديالها مثبت. تحقيقات كشفت عن شبهات ديال اعتداءات جنسية على حفيدات المتهم، الشيء اللي خلى القضية أكثر تعقيد وخطورة. الأب والابنة تم إحالتهم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وكيواجهوا تهم ثقيلة: زنا المحارم، الاغتصاب في حق الولاد، هتك العرض بالعنف، وحتى الحمل والولادة الناتجة عن هذا الفعل. نتائج الخبرة الأولى كشفت 4 الأبناء من أصل 6 اللي هما 3 البنات، من بينهم البنت الكبيرة اللي بلغات ذات 20 سنة، وابن ذكر هم فعلا من صلب جدهم اللي هو والدهم للأسف الشديد في نفس الوقت. وقاموا بإجراء خبرة جينية على شخص آخر مشتبه في أنه هو الوالد البيولوجي للجوج التانيين، وبالفعل نتائج التحاليل الجينية طلعت إيجابية. الأمر اللي تبت أن البنيتات في عمر 10 سنين و11 سنة بناته بالفعل. وبعد مواجهته بالنتيجة قال باللي هو مستعد يقاد وضعيتهم القانونية ويعترف بهم. وفي إطار الإجراءات اللي اتخذتها السلطات، إرسال البنت الصغيرة اللي عندها 16 سنة باقة قاصر لمركز حماية الطفولة. الغريب والمقلق أكثر في هذه القصة هو صمت الناس اللي كانوا عايشين جنب هذه العائلة طيلة 20 سنة. الساكنة ديال الدوار قالوا في تصريحاتهم أنهم كانوا على علم بشي أمور غريبة
وباللي هاد الشي بدا من فترة طويلة، لكن ما كان عندهم حتى إثبات رسمي باش يبلغوا السلطات. كيقولوا أن الأب كان كيمارس حياته اليومية بشكل طبيعي، كيخرج يخدم عند الناس والكل كيشوفوه عادي وكيتعاملوا معاه عادي كذلك، وحتى الابنة كتمارس حياتها اليومية بشكل طبيعي. لكن صمتهم، هداك الصمت كان بحال غطاء على كل الفواجع اللي كتخفيها هاد العائلة. الناس اللي كانوا شهود صامتين اختاروا يتفرجوا بلا ما يتحركوا، ورغم أنهم حاسين بشي حاجة غير طبيعية أو متأكدين، إلا أنهم ما داروا حتى ردة فعل. هاد الصمت بكل قسوته ساهم في استمرار الجريمة لسنوات طويلة، وخلى الضحايا يعيشوا الألم بلا حماية، بلا سند، بلا أمان. وهذه رسالة قوية على شحال المسؤولية الاجتماعية مهمة، وشنو كيوقع إلى المجتمع اختار يتفرج بلا ما يتحرك. المشكل الكبير كذلك هو أن معطيات القصة كتنافى مع واقع دواورنا. الناس غالبا تما كيكونوا لبعضياتهم، الجيران كيعرفوا الكبيرة والصغيرة، وكل حركة غريبة ما كتبقاش بلا ما يهضروا عليها. الخبر كينتقل بسرعة، وكل واحد كيبغي يحمي عائلته وجيرانه، خصوصا الأطفال والنساء. الناس محافظين، عندهم إحساس قوي بالواجب والكرامة، وما كيسكتوش على الظلم إلا كان عندهم شك أو دليل صغير. من زيارتي وتجربتي الشخصية لبعض الدواور، لاحظت أنهم سند لبعض فعلا، كيوقفوا في أي مشكل قبل ما توصل الأمور لمرحلة الكارثة. الفضول ديالهم والحرص على الصلاح العام والاحترام العميق للقيم الاجتماعية كيساعد على كشف أي تصرف غير طبيعي بسرعة كبيرة، خصوصا مسألة شرف بحال هادي. ولكن هنا كانت صدمتي كبيرة، حيث رغم كل هاد المعايير اللي تعودنا نشوفوها في دواورنا، السكينة بقات ساكتة. فعلا هاد الشي معاكس تماما لكل ما كنعرفوه على هاد المناطق بالذات، وعن الشهامة ديال الناس اللي كتخليهم يتحركوا بسرعة ويوقفوا الظلم قبل ما يكبر. الصدمة الكبرى بالنسبة لي هي أن هاد القيم اللي كنعتزوا بها جميعا غابت في هاد الدوار، وتم تجاوزها بلا سبب واضح. هاد النوع ديال الجرائم، سواء كان زنا المحارم أو اغتصاب الأطفال، عنده أسباب متعددة ومعقدة. في بعض الحالات كيكون الشخص عنده خلل نفسي، رغبة في السيطرة أو استغلال الضعفاء، أو تربى في محيط فيه عنف أو انتهاكات سابقة. وأحيانا كيكون بسبب الجهل بالقيم الأخلاقية والدينية، أو فقدان الوازع الداخلي اللي كيخلي الإنسان يحترم الحدود. وفي هذه القصة كنظن أن السبب هو الأخير. العواقب ديال هاد الأفعال وخيمة بزاف. من الناحية الشخصية، الضحايا كيعانيوا من صدمات نفسية عميقة، خوف، إحباط، ونذوب نفسية غتبقى معهم طول حياتهم. من الناحية الاجتماعية، هاد الجرائم كتخلق اختلاط في النسب، مشاكل قانونية، وانقسامات داخل العائلة والمجتمع. حتى الدين والأخلاق كيتآداو لأنه ما كاينش حل شرعي يقبل هاد الفعل، وما كاينش مجال للصفح إلا من خلال العدالة والمحاسبة. النتائج كتكون طويلة المدى. الأطفال اللي كيتعرضوا لهاد النوع من الانتهاك كيتأثروا في ثقتهم بالناس، في نظرتهم للعلاقات، وحتى في القدرة على بناء حياة طبيعية. كيفاش ممكن يأسسوا أسرة من بعد؟ وعلى المجتمع، هاد الجرائم كتخلق شعور بالخوف وفقدان الأمان داخل البيوت، وكتأثر على صورة القيم والعادات اللي كنعتزوا بها. هاد الجرائم ماشي مجرد أخطاء شخصية، هي انتهاك شامل لكل القيم الإنسانية الأخلاقية والدينية، وكتخلف آثار ما كتصلحش بسهولة. وأي صمت أو تجاهل كيخلي الظلم يكبر ويمتد. القصة اللي حكيناها اليوم ماشي غير قصة صادمة، هي درس كبير على مسؤولية المجتمع كامل. أول حاجة نقدروا نستفدوا منها هي أن أي اعتداء، خصوصا إذا كان اغتصاب، ما خاصش الضحية تسكت عليه. سكوت البنت في البداية كان بداية الأزمة، وخلى الانتهاكات تستمر لسنوات طويلة. ورسالة لأي وحدة كتعرض للاعتداء، وخا تعرض لتهديد صارم من مغتصبها، خاصها تهدر، تشكي، وتقلب على الحماية من السلطات.
البلاد فيها قانون صارم في هاد الأمور، وما كيناش السيبة باش تحمي نفسها وتمنع فاجعة ممكن ترتب على هاد الفعل المشين. الصمت كيخلي الظلم يكبر ويولد جروح مستحيل تداوى بسهولة. تاني درس مهم هو تواطؤ جميع الأطراف، حتى الزوج اللي بالفاتحة أكيد كان حاس بشي حاجة وما بلغش السلطات، حتى هو شريك في استمرار الظلم. وحتى الناس اللي كيتزوجوا بطريقة غير قانونية وبلا وراق كيخلقوا مشاكل خطيرة للوليدات من بعد. ما كيكون عندهم حتى إثبات قانوني على الزواج، وكيكونوا معرضين للخطر النفسي والاجتماعي والقانوني. ثالثا، الصمت المحيط، الجيران والمجتمع هو جرم بحد ذاته. الصمت عن الرذيلة والخطر الاجتماعي كيخلي الفواجع تكبر. الساكت عن الحق شيطان أخرس. هاد المقولة كتعكس بالضبط المسؤولية الاجتماعية لكل واحد فينا، وضرورة التبليغ عند المقدرة. وفي الأخير بغيت نسولكم، شنو نقدروا نديروا كأفراد باش نحميو الأطفال من الانتهاكات؟ وكيفاش نقدروا نشجعوا الضحايا باش يهضروا وما يسكتوش؟ القصة عبارة عن رسائل لينا: الحماية، الوعي، والعدالة مسؤولية مشتركة بين الضحية والمجتمع كامل. كنت معاكم أنا مويرة في قصة الأب اللي اعتدى على بنته وتواطؤها معاه. إلى عجبكم المحتوى اشتركوا في القناة يوصلكم الجديد. نشوفكم في قصة جديدة وجرح جديد.